القطط من أكتر الكائنات اللي عايشة مع الإنسان وقريبة منه، بس بالرغم من ده في تفاصيل علمية كتير جدا عن جسمها وقدراتها ناس كتير ما تعرفهاش. أهلا وسهلا بيكم في حلقة جديدة من برين بايتس بودكاست. معاكم آية عفيفي، وفي حلقتنا النهاردة من سلسلة أسرار ما وراء الطبيعة مش هنتكلم عن القطط كشكل لطيف أو حيوان أليف، لكن هنتكلم عنها ككائن بيولوجي متكامل. ربنا سبحانه وتعالى خلقه وصممه إنه يعيش في ظروف مختلفة، من البرد القارس للحر الشديد، ومن النهار لليل. اول حاجه هنتكلم عنها الثيرموريجيليشن او التكيف مع درجات الحراره المختلفه من البرد للحر. اولا تكيفها مع البرد، جسم القط بيحافظ على درجه حراره ثابته تقريبا بتكون من 38 ل 39 درجه مئويه حتى في البرد القارس، وده بيحصل لاكتر من سبب. اولا الفرو المزدوج، ان الفرو متكون من طبقتين، الطبقه الخارجيه اللي هي الجارد هيرز ودي بتحميه من الرياح والمطر، والطبقه الداخليه اللي هي الاندر كوت ودي بتكون كثيفه ناعمه بتحبس الهواء الدافي قريب من الجلد عشان يشتغل كعازل حراري طبيعي. غير كمان ان بيحصل حاجة اسمها البايلوريكشن او وقوف الشعر. لما الجو يبرد عضلات دقيقة تحت الجلد بترفع الشعر، وده اللي بيكون طبقة هواء اضافية بتقلل فقدانه للحرارة، فبالتالي بيفضل محافظ على حرارة جسمه. ده غير كمان تغيرات فسيولوجية زي البريفرال فازوكونستراكشن او انقباض الأوعية الدموية الطرفية. ده بيحصل عشان برضو يقلل فقدان الحرارة من الأذن والذيل والأطراف. ده غير سلوكيات مساعدة تانية زي ان هي بتلف جسمها حوالين نفسها كده او بتتكور، ان هي بتنام لفترات طويلة وبتدور على اماكن دافية او تتكتل مع قطط تانية علشان تفضل متدفية. لكن الوضع ده بيكون مختلف في حالة ارتفاع درجة الحرارة. يعني الفرو مثلا ما بيشتغلش للتدفئة، هو هنا بيكون وظيفته عازل بيقلل وصول الحرارة المباشرة للجلد. كمان القط بيقلل نشاطه في النهار وبيزوده في الليل. لكن في حالات الحرارة الشديدة بيبتدي يلجأ لسلوكيات تانية زي انه بيعمل بانتينج او ان هو بيلهث، بيبتدي يتنفس بشكل اسرع عشان يفقد حرارة اكتر. ده غير انه بيفقد حرارة من وسائد القدم الخاصة بيه، ويدور على اماكن باردة يقعد فيها، ويفضل يتمطع ويمد في جسمه عشان يزود فقد الحرارة. وده اللي بيخلي القط قادر يعيش في بيئات مختلفة جدا من الصحراء للتلج. القطط كائنات نوكترنال جزئيا او كائنات ليلية، يعني نشاطها بيزيد في الاضاءة الضعيفة. السبب الرئيسي في الموضوع ده هو تركيب العين ووجود التبتم لوسيدم. ورا شبكية عين القط في طبقة اسمها التبتم لوسيدم، ودي طبقة بتكون عاكسة للضوء. وظيفتها ان اي ضوء يدخل العين يعدي الشبكية يتعكس مرة تانية عليها، وده بيخلي المستقبلات الضوئية تستفيد من نفس الضوء مرتين. يعني النتيجة بتكون رؤية أفضل في حالة الإضاءة القليلة أو الضعيفة، وكمان قدرته على الصيد والحركة في الضلمة بتكون عالية. أما بالنسبة للمعان العين، فلما بتبص العين القط بتلاقيها بتلمع في الضلمة، ده انعكاس للضوء اللي خارج من الطبقة اللي قلنا عليها، مش ضوء خارج من العين. وكمان لون اللمعان ده ممكن يبقى ألوان مختلفة، أخضر، أصفر، أزرق أو أبيض، وده بيختلف على حسب تركيب الطبقة وزاوية الضوء. البشر ما عندهمش التبتم لوسيدم، وبالتالي رؤيتنا في الليل بتكون أضعف بكتير. لكن لو حبينا نتكلم عن السمع، فالقطط بتسمع ترددات أعلى من الإنسان، وده بيساعدها إن هي تقدر ترصد حركات الفريسة بشكل دقيق. وكمان الشم مهم بالنسبة لها جدا علشان تقدر تحدد الإقليم اللي موجودة فيه، وكمان تقدر تتعرف على قطط تانية. الشوارب بقى ما هياش مجرد حاجة موجودة في وشها بس مديالها شكل جمالي، لكن هي أدوات حسية دقيقة بتقيس المسافات وبتساعد القط إن يتحرك في أماكن ضيقة حتى في الضلمة. ده كمان القطط بتلجأ لسلوكيات طبيعية علشان تقدر تتأقلم على البيئة اللي موجودة فيها، زي مثلا اللعب بالنسبة لها مش بس للترفيه لكنه محاكاة لسلوك الصيد. وبتلجأ أحيانا كمان للنوم الطويل، بتنام من مدة 12 ل 16 ساعة يوميا، وده لتوفير الطاقة. وزي ما قلنا قبل كده التكتل خاصة في البرد، وده لتقليل فقد الحرارة. كل السلوكيات دي ليها أساس فسيولوجي واضح ومش عشوائية. في مصر القديمة القطط ارتبطت بالآلهة وكانت رمز للحماية والخصوبة، وعلى السفن التجارية كانت تستخدم للقضاء على القوارض وحماية المؤن. وفي اليابان ظهرت كرمز للحظ. وفي أوروبا ارتبطت بأساطير وخرافات بسبب نشاطها الليلي وغموض سلوكها. وده بيوضح إن نفس الكائن كان ليه أدوار مختلفة على حسب احتياج وثقافة كل مجتمع. القطط مش بس حيوانات أليفة، دي كائنات ربنا سبحانه وتعالى خلقها بإتقان ودقة رهيبة. جسمها وسلوكها معمولين بطريقة ذكية جدا تخليها تقدر تتعامل مع حاجات مختلفة، من برد شديد لحر لضلمة، وكمان قدرتها على الصيد. كل حاجة متقسمة ومنظمة بعناية شديدة. ولما نفهم ده بنشوف ازاي قدرة ربنا سبحانه وتعالى ظهرت في تفاصيل دقيقة في كل حاجة في القطط، مش بس ككائن قريب مننا لكن كنموذج حي لإبداع ربنا سبحانه وتعالى في خلقه.
وبكده تكون خلصت حلقتنا النهارده من برين بايتس بودكاست. كنت معاكم آية عفيفي. لو عايزين تعرفوا أكتر عن أسرار الحيوانات الغريبة وطبيعتها تابعونا في سلسلة أسرار ما وراء الطبيعة على برين بايتس بودكاست. ولو عجبتكم الحلقة ما تنسوش تعملوا لايك وشير وسبسكرايب، واشوفكم إن شاء الله في حلقة جديدة قريب.